السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر إيهاب رمضان. إن شاء الله في الفيديو ده هنتعلم إزاي ننزل برنامج الفري كونفرنس كول، وإزاي من خلاله ندخل على الحصة بتاعة المدرس بتاعي. طب أول حاجة طبعا هكتب في جوجل بلاي أو متجر التطبيقات فري كونفرنس كول، هلاقي البرنامج اللي قدامكم بالشكل ده، فهضغط على كلمة تثبيت عشان خاطر أقدر أثبت البرنامج. بعد كده هفتح البرنامج، هضغط على كلمة جيت ستارت، هلاقي البرنامج اهو فتح معايا، وهلاقي كلمة كرييت اكونت ظاهرة قدامي. مش ههتم بيها لان انا هدفي ان انا احضر حصة المدرس فقط لا غير. بعد كده اروح على رابط الحصة اللي بعتهولي المستر عشان خاطر افتحه، سواء الرابط بقى اتبعت لي على الواتس او على الماسنجر او على اي برنامج تواصل. اروح اضغط على الرابط، الاقيه بيحولني على الحصة على طول. عندي اللي هي العلامة اللي معمولة على كاميرا الفيديو دي، معناها ان انا لو ضغطت عليها هدخل الحصة والكاميرا الامامية عندي مفتوحة ويقدر المدرس يشوفني. علامة المايك لو ضغطت عليها هدخل الحصة واقدر اتكلم مع المدرس، وممكن اقفلها من داخل الحصة. بعد كده بضغط على كلمة جوين ميتنج، ادخل على الحصة على طول زي ما انتم شايفين. تمام، ونفس العلامتين اللي هما الكاميرا والمايك موجودين عندي علشان خاطر لو قررت اقفل الكاميرا في الحصة او افتحها، وكذلك المايك اقدر اتحكم فيهم. الاقي عندي كلمة بارتيسيبنتس دي هنا بتقول لي مين اللي موجود في الحصة من الطلبة او غيره. تمام، احيانا المدرس بيسمح بالدردشة ما بين الطلبة، واحيانا لا بيقفلها من عنده. بعد كده اضغط على كلمة مور لو انا عايز اعمل شات مع اللي هنا تحت هنا everyone، مع الناس كلها. لو ضغطت عليها او مع الهوست ده اللي هو المدرس نفسه، لو عايز ابعت له حاجة واكتب له اللي هو عايزه، اكتب له سؤال او اكتب له اي حاجة. مهم اوي حتة الشات. لو ضغطت على كلمة مور هلاقي كلمة شير سكرين، يعني بتاع ده اشارك الشاشة بتاعتي. عايز اوري مسألة للمستر على هيئة صورة، عايز اوري له اي حاجة من جهاز الموبايل بتاعي، اضغط على كلمة شير سكرين واوريها له، بس طبعا هو اللي بيسمح لي. ستارت دروينج دي هنا لو عايز اكتب له في الحصة بتاعته على اي حاجة اكتب له عنده. تمام، يطلب مني مثلا ان انا احل مسألة على الشاشة عنده، فبضغط على كلمة ستارت دروينج. تمام، سويتش تو فون دي ملناش علاقة بيها. ديسكونكت اوديو دي ما احنا قلناها قبل كده، اللي هي بفصل الصوت او افتحه. لو ضغطت على كلمة مور، مش طبعا التليفون كيباد ما تهمنيش، ميديا كاستنج كنترول برضو ما تهمنيش. هنا الميتنج سيتنج اللي هي اعدادات الميتنج نفسه او اعدادات الحصة. شير سكرين يعني انت فاتح بتاع ده، عايز تفتح الشير سكرين او تفتح الفيديو. وهنا الكاميرا الكواليتي بتاعتها، عايز الصورة بتاعتك او بتاع ده تظهر بصورة متوسطة. طبعا كل ما تختار اعلى كل ما يكون النت المستهلك اعلى. تمام، بعد كده هنا عندي الاوديو. تمام، الحتة دي اللي هي كريسب نويز كانسلنج دي هنا عزل الضوضاء، ودي بتبقى مفعلة بشكل طبيعي. تمام، هنا الهاندز فري بلوتوث بروفايل لو انت هنا عايز بتاع ده سماعة او غيره. تمام، طيب كده يبقى احنا كده تمام. عايز اطلع من الحصة بضغط على زرار الليف، وبكده اكون شرحت ازاي الطالب يدخل على حصة المدرس من خلال برنامج التليفون، من خلال برنامج التليفون. وان شاء الله هنشرح ازاي يدخل الطالب من خلال اللابتوب باذن الله. هدخل على المتصفح بتاعي واكتب كلمة فري كونفرنس كول. بعد كده اهو هلاقي الصفحة دي ظهرت لي، وادي علامة البرنامج اللي هي علامة التليفون القديم، واضغط على كلمة مور اللي انتوا شايفينها دي، وانزل تحت وانزل هلاقي كلمة داونلود، وابدأ اعمل
انزل تحت واعمل داونلود للبرنامج، هيقول لي داونلود فور ويندوز، وابدا اعمل داونلود للبرنامج. ده تلميح بسيط فين البرنامج هينزل. تمام. لو انت بتستخدم كروم او متصفح سفاري او فايرفوكس او اتش، هو هنا بيعمل داونلود. تمام. وتبدا تفتح من هنا البرنامج وتسطب على طول البرنامج. تمام. خلاص كده البرنامج اتفتح واتسطب. تمام. بعد كده تروح على اللينك اللي بعته لك المدرس. طب انا عايز، طبعا في طرق كتيره بانك تنقل اللينك على اللابتوب بتاعك. اشهر طريقه واسهل طريقه انك تدخل على اي متصفح عندك وتعمل ربط ل الواتس بتاعك. يعني هتروح داخل كاتب هنا WH واتساب اهو، خش على الواتساب، اضغط على الواتساب بالشكل ده. تمام. خش على برنامج الواتساب عندك، ومن الثلاث النقط اللي فوق هتلاقي كلمة الأجهزة المرتبطة. من الأجهزة المرتبطة هتضغط على كلمة ربط جهاز. بعد كده توجه الكاميرا بتاعتك للكود اللي بيظهر لك ده. هتلاقي ان بتاع ده دخلت على الواتس بتاعك اللي هو بتاع التليفون. تمام. بعد كده روح على البتاع ده، روح على اللينك اللي بعته لك المدرس، هتضغط عليه. تمام. هتفتح هنا هتضغط كلمة اوبن او اوبن لينك، هيظهر لك البرنامج اللي انت لسه مسطبه. هتكتب هنا اسمك اللي هتدخل بيه الحصة. تمام. وهتضغط على كلمة جوين. ممكن تضغط دي لو انت عايز انك في كل مرة ما تكتبش الا على طول اول ما تضغط على اللينك يدخلك على البرنامج على طول. هضغط هنا جوين. تمام. وطبعا هضغط على كلمة جوين with computer audio واضغط كلمة continue. طبعا احنا هنا دي عايز افتح فيديو، عايز وانا داخل اقفل الصوت، ولما ابدا اسال المدرس او غيره ابقى افتح الصوت، واروح اضغط على كلمه جوين ميتنج. انا دلوقتي متواجد في الحصه. تمام. عندي هنا علامه اليد دي رياكشن، يعني عايز ارفع ايدي للمدرس اساله، عايز اعمل له لايك على اللي هو بيقوله، ديسلايك الموضوع مش عاجبني، لاف ضحك. تمام. اجري معاك وهكذا بدعمك. الشات لو انا عايز اعمل معاه مع الناس كلها everyone يبقى مع الناس كلها، او لو ضغطت هنا اختار ان انا عايز اعمل معاه الشات. تمام. هنا ظهر لي اسم المدرس اللي انا بعمل معاه الشات، واكتب له اي رساله انا عايز ابعتها له. تمام. هنا الشير لو انا عايز اشير سطح المكتب عندي او اشير اي حاجه مع المدرس سواء بي دي اف او غيره. انفايت لو انا عايز ادعو اي حد للحصه ابعت له اللينك يعني. فيديو لو انا عايز افتح الكاميرا بتاعتي. وهنا الصوت لو انا عايز افتح الصوت بتاعي. بعد كده لما المدرس بتاعي يبدأ يشير سطح المكتب اللي عنده ويمكنني ان انا اكتب عنده، فتظهر لي حته الدروينج الجديده عندي. لما اضغط عليها اقدر اكتب له على سطح المكتب اللي عنده باي حاجه انا عايز.